بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهرة رياضية جديدة، ملعب اون تايم، والكثير من الاخبار والموضوعات. خليني اسالكم سؤالنا الاول، رايكم ايه في اداء منتخباتنا العربية اللي بتشارك في كأس العالم؟ بالترتيب: المنتخب القطري بعد الهزيمة امام الاكوادور 2-0، المنتخب السعودي بعد الفوز الرائع على الارجنتين 2-1، والمنتخب التونسي بتعادله مع الدنمارك بدون اهداف، واليوم المنتخب المغربي بتعادله مع المنتخب الكرواتي ايضا بدون اهداف. بتبعتوا لنا على السوشيال ميديا صفحاتنا اون تايم سبورتس اي جي، مستنيين اراء حضراتكم. 4 مباريات النهارده اعزائي المشاهدين والمتابعين، شملت 11 هدف. ما تتخضش قوي او ما تتفائلش قوي، 11 هدف يعني تقريبا بمعدل 3 اهداف في المباراه. هذا هو يعني اللي مقري، لكنه الحقيقه غير كده خالص، لان مباراه واحده شهدت 7 اهداف. يعني الثور الاسباني يعني المشتعل حراره وحماسا بيسجل 7 اهداف، 3 في الشوط الاول و4 في الشوط الثاني. داني ألمو بدأ في الدقيقه 11، ماركو اسينسيو في الدقيقه 21، فران توريس في الدقيقه 31. الشوط الثاني فران توريس عاد من جديد ليسجل، وبابلو جافي وكارلوس سولر ومراتا البديل سجل في الوقت بدل الضائع. تصبح الحصيله 7 أهداف كامله. هزيمه قاسيه للمنتخب الكوستاريكي الذي لم يفعل شيئا يذكر طوال المباراه. غالبا سايمون حارس مرمى المنتخب الاسباني كان في نزهه خلال هذا اللقاء. المباراة اللي انتهت منذ لحظات جمعت ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الكندي. الفونسو ديفيز أضاع حلم الجماهير الكندية الحقيقة بإضاعته ضربة جزاء في بداية اللقاء. تألق تيبو كورتوا اللي هو نص فريق بلجيكا أو أكثر دلوقتي، أنقذها ببراعة، ونجح باتشوي قبل نهاية الشوط الأول في إدراك هدف الفوز، هو الهدف الوحيد. والحقيقة المباراة كانت سريعة ما فيهاش ملل، رغم أنها كانت فيها هدف واحد، لكن المباراة كانت حلوة وكانت مثيرة وكانت جميلة. اللي كان يهمنا قوي الظهور الأول للمغرب في هذه البطولة، والمغرب بتلاعب كرواتيا وصيفة بطل العالم النسخة السابقة. من هنا كان الخوف شوية من المنتخب الكرواتي. وعجبني تصريح وليد الركراكي عقب المباراة لما قال ان احنا يعني احترمناهم او بالغنا في الاحترام. ده شوية يمكن من وجهة نظري الشخصية عمل نوع من انواع القلق او الخوف للمنتخب المغربي، لكن المنتخب المغربي هاجم ووصل وكان قريب في بعض اللقطات. لم يعجبني اداء حكيم زياش، يعني انا بتكلم على اشرف حكيمي، حكيم زياش، ياسين بونو. ده انفراد اسطوري لياسين بونو. ليه بقى؟ لو عندنا الصورة اللي قبل دي، الكرة دي كانت ملعوبة على حدود منطقة الجزاء، طلع ياسين بونو وأنقذها ببراعة. هي نفس اللعبة اكتملت وتسددت من داخل خط الستة، عاد ياسين بونو مرة أخرى لينقذها، أنقذها ببراعة وباقتدار. ودي إحدى الفرص الضائعة من المنتخب المغربي، كانت كفيلة بفوزه ب3 نقاط. لكن أنت تخرج بنقطة في الافتتاح قدام منتخب عريق وكبير زي المنتخب الكرواتي بقيادة هذا النجم الكبير لوكا مودريتش، أعتقد ده شيء جميل بالنسبة للمنتخب الكرواتي. بنبارك لهم على هذا يعني على هذه النقطة، ولو ان كنا طمعانين في نقطة كمان. نصير مزراوي خرج مصابا، ان شاء الله نطمن عليه بإذن الله ويكون سليم. الإصابات دمها تقيل في هذا المونديال، لكن نقطة أفضل من لا شيء. بس اللي أنا شفته من المنتخب الكندي من شوية منتخب يخض، منتخب سريع، شكلهم ولاد صغيرين، عندهم حماس، محتاج فكر كده من وليد الركراكي بإذن الله. والمنتخب البلجيكي ما يخضش قوي، بس يظل له اسمه وله تاريخه وله نجوم. وبالتالي المنتخب المغربي عليه ألا يخسر مباراة بلجيكا القادمة. إن شاء الله يفوز في مباراة كندا إذا ربنا أراد. المهم بس حتى تمشي بسياسة النقطة نقطة، تاخد نقطة الماتش اللي جاي وتشوف احتياجاتك في الماتش اللي بعديه. وإحنا قادرين بأمر الله سواء كمغرب أو تونس أو السعودية إن احنا نعبر. قطر إن شاء الله تحسن الصورة تماما في المباراة المقبلة أمام السنغال، ولما لا؟ يعني الفوارق مش بعيدة. شفنا السنغال قدام هولندا، منتخب كويس بس يعني ما كانش بالمتوقع. يعني أنا كنت قبل البطولة متوقع أن السنغال هيعمل حاجة طيبة، لكنه
الامر عادي. ده ترتيب المجموعه بعد مباريات النهارده. بلجيكا في الصداره ب3 نقاط، المغرب وكرواتيا كل واحد نقطه، وكندا لا شيء من النقاط، ودي اقل مجموعه اتسجل فيها اهداف، يعني ما فيش غير هدف واحد اتسجل في هذه المجموعه. لكنه الحمد لله ان احنا بنبدا بنقطه، وتونس امبارح تبدا بنقطه، وانه السعوديه اول امبارح تبدا ب3 نقاط. امر ممتع وامر جميل وامر ان شاء الله بيفرحنا كلنا، انه يكون في تواجد جيد للكره العربيه. لابد ان الرساله دي توصل